من القصص الجميلة اللي أنا قريتها في الأدب العربي بيقول لك كان في راجل زمان ترزي، كان بيخيط كده ويفصل هدوم للناس كلها. بس الراجل دوت كان معروف عنه إن هو بخيل جدا جدا جدا. يجي مثلا واحد فقير يقول له اعمل لي جلابية، يقول له امشي يا عم أنا عايز فلوس، أنا ما بعملش حاجة ببلاش. وفي نفس الشارع بتاع الراجل الترز دوت كان فيه جزار. الجزار دوت كان كل يوم الصبح أول ما يفتح المحل لازم يوزع 10 كيلو لحمة على الفقراء. كان قبل ما يروح يفتح كان بيلاقي الناس واقفه طابور كده اللي هم الناس المحتاجين، وكان بيوزعها عليهم. فكان في نفس الشارع الناس تمشي تقول سبحان الله، شارع واحد فيه واحد بخيل وواحد كريم. ودايما الترز دوت رغم انه شاطر جدا وماهر والناس بتروح عنده بس المقتدرين، الا انه كان مكروه من الناس البسطاء والفقراء لانه ما كانش بيعطف عليهم، وخد شتيمه وخد حاجات كتيره جدا وما كانش بيرد عليهم. كل اللي بيعمله ان هو بيبتسم ويسكت. وتمر الايام والراجل الترز دوت يموت ومحدش يطلع في جنازته، وكلهم ارتاحوا عليه. اخيرا الراجل البخيل مات، يا ربنا كده يكرمنا بواحد كريم زي الراجل الجزار اللي على اول الشارع. وتاني يوم لقوا الجزار فتح وما بيوزعش اللحمه بتاعت كل يوم. قالوا له فين يا عم؟ قال لهم لا للاسف اللحمه اللي انا كنت بديها لكم 10 كيلو ديت اللي بوزعها كان بيدفع لي ثمنها كل يوم الراجل الترزي، وقال لي ده سر بيني وبينك وبين ربنا، محدش يعرف عنه حاجه خالص، ولما اموت يبقى اقول السر دوت. طبعا الناس كلها خجلت من نفسها وعرفت ان احنا ما ينفعش نحكم بالمظاهر، وان اللي بيعمل خير يبقى السر بينه وبين ربنا فقط لا غير. ربنا يكتر من خيركم، واحنا داخلين في ايام كويسه محتاجه خير كتير ومحتاجه رحمه ببعض. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.